السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم علي أحمد عبد المالك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. الموضوع ده بعنوان إن الزمالك في حيرة ما بين المشاركة في كأس العالم للأندية وما بين المشاركة في البطولة العربية. امبارح طلع علينا الإعلام الكبير الأستاذ خالد بيومي وقال خبر مهم جدا. الخبر ده بيبدأ بإن الزمالك سيشارك في كأس العالم للأندية سنة 2025، وذلك في حالة إن النادي الأهلي يحصل على البطوله الافريقيه اللي هو بيشارك فيها الفتره دي. ان الزمالك سيشارك في كاس العالم للانديه سنه 2025 في حاله ان النادي الاهلي يحصل على البطوله الافريقيه. امبارح انا عملت استطلاع راي على كذا جروب من جروبات نادي الزمالك، يعني فيها حوالي اكتر من 100,000 و200 300,000 زملكاوي في الجروبات دي. بستطلع رايهم عن هل جماهير الزمالك هل ممكن تشجع الاهلي في البطوله الافريقيه، بحيث ان النادي الاهلي لو حصل على البطوله الافريقيه الزمالك سيشارك في كاس العالم للانديه سنه 2025. لكن لقيت رفض تام، يعني حوالي 99% من جماهير نادي الزمالك رافضين للوضع الرياضي بشكل عام، رافضين ان هم يشجعوا الاهلي، رافضين للكره في مصر. طالبين ان نادي الزمالك يقدم شكوى ضد اتحاد الكوره عشان الرياضه بشكل عام تتوقف. جماهير الزمالك من كتر الازمات والمشاكل، وان كل شويه مجلس الاداره يتحل، وان التحكيم والمجاملات والحوارات كلها اللي بتحصل، وان الحكم في ماتش الزمالك وبروكسي يخطأ خطأ وارد جدا يتوقف لاجل غير مسمى، وان حكم تاني في نهائي كأس السوبر يغلط اخطاء وثلاث لعيبه يضربوا لاعب واللاعب ده ما يتوقف، اللعيبه دي ما تتوقفش، وان الحكم ما بيتوقفش زي الحكم اللي حكم في ماتش الزمالك وبروكسي، وان الامور بيتنظر لها الكلب ميكالين، وان ما فيش عداله في الرياضه يعتبر عندنا في مصر. فالامور دي كلها خلت جماهير الزمالك تكره الرياضه في مصر. جماهير الزمالك بتكره اي حاجه بس عمرها ما هتكره نادي الزمالك. يعني احب اقول لاتحاد الكوره ان انتم مهما تعملوا في نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك عمرها ما هتكره نادي الزمالك. ده بالعكس، ده جماهير نادي الزمالك بتتمسك بالنادي اكتر كل ما مشاكله تكتر. يعني كل ما مشاكل تكتر كل ما جماهير نادي الزمالك بتتمسك بالنادي اكتر وبتحب ناديها اكتر. فده يعني حاجه مهمه جدا كنت عايز اقولها يعني ان جماهير نادي الزمالك مش فارق معاها اصلا المشاركه في كاس العالم للانديه. يعني مش فارق معاها، يعني لو في حاله ان هي مش هتشجع، عمرها ما تشجع جماهير، عمرها ما تشجع الاهلي علشان ان الاهلي ياخد بطوله افريقيا وان الزمالك هيشترك في كاس العالم للانديه. طب كان الموضوع ده كان ممكن يحصل، يعني كان وارد جدا ان جماهير الزمالك تشجع الاهلي، وكان وارد جدا ان جماهير الاهلي تشجع الزمالك في البطوله الافريقيه. بس طبعا الظروف والازمات اللي بيعملها اتحاد الكوره والمشاكل اللي بتحصل وبتصير الفتنه والتعصب، ده هو اللي وصلنا للحال اللي احنا فيه ده. اعتقد عمر ما جماهير الاهلي هترضى بالوضع اللي احنا فيه، ان جماهير الزمالك يعني بتغل منهم، وعمر جماهير الزمالك هتفرح وهترضى بان جماهير الاهلي بتغل من جماهير الزمالك. وعمر ما يعني ما حدش هيبقى مبسوط من الفتنه والتعصب اللي حاصل بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، ده كله بسبب اتحاد الكوره والقرارات اللي بيتخذها. انت لو تضع قوانين وتطبقها من الاول، وما ما بتفرقش بين فريق والتاني، وما بتعملش اعتبارات، وما بتجاملش حد على حساب حد، هتلاقي ان الفرق ان وتحكم وتبقى ليك السيطره. ان اتحاد الكوره في اي بلد هو اللي بتبقى ليه السيطره في البلد، مش الانديه هي اللي بتتحكم في اتحاد الكوره. فده كله بيصير التعصب، ومش بيخلي الجماهير بتحترم بعضها، ومش بيخلي الجماهير تشجع بعضها. كنت عايز اتكلم برضو في موضوع مهم جدا، ان عايز اقول حاجه لاتحاد الكوره. كنت عايز اقول له شكرا يا اتحاد الكوره. شكرا ليه؟ شكرا ان انت وحدت صفوف نادي الزمالك، انك وحدت جماهير نادي الزمالك خلف الكيان وخلف مجلس ادارته. انت بطريقتك دي والازمات اللي بتواجهها بتهاجم بها نادي الزمالك، والمشاكل اللي بتخلي نادي الزمالك يتعرض ليها، انتوا بتخلي جماهير نادي الزمالك تتمسك بنادي الزمالك اكتر، وبتدعم الاداره. يعني انا اول مره اشوف ان جماهير نادي الزمالك كلها متوحده خلف الاداره، ده كله بسببكم انتوا. فانا بقول لكم شكرا جدا ان انتوا وحدتوا جماهير نادي الزمالك خلف الاداره وخلف الكيان نادي الزمالك، وانتوا خليتوا جماهير نادي الزمالك تحب نادي الزمالك اكتر من الاول. كنت عايز اكلمكم عن مشاركه نادي الزمالك في البطوله العربيه. البطوله العربيه الزمالك حصل عليها مره واحده قبل كده، حصل عليها سنه كام؟ سنه 2003. حصل عليها لما الزمالك شارك فيها ولعب على استاد القاهره ضد الكويتي، وساعتها الزمالك كسب 2-1. الزمالك حصل على البطوله العربيه مره واحده لما شارك فيها ضد الكويتي، ولعبنا في استاد القاهره وكسبنا 2-1. طيب عايز اتكلم عن المشاركه اللي هي المستقبليه لنادي الزمالك اللي هي في الشهر الجاي، شهر يونيو.
بتلعب البطوله ان شاء الله في السعوديه. البطوله دي المجموعه بتاعتنا هيبقى فيها 4 فرق، هيبقى فيها النصر السعودي، وهيبقى فيها الشباب السعودي، وهيبقى فيها الفائز ما بين الاتحاد المنستيري التونسي وما بين المحرق البحريني. ده كله طبعا المجموعه كلها على راسها نادي الزمالك طبعا الملكي الزمالك. البطوله دي الجوائز الماليه بتاعتها بتصل الى 6 مليون دولار للبطل، 6 مليون دولار للمركز الاول. طب المركز الثاني هياخد كام؟ هياخد 2.5 مليون دولار. طب اللي هيصل الى نص نهائي البطوله سيحصل على 200 الف دولار. اللي هيصل الى ربع نهائي البطوله هياخد 150 الف دولار. طب بالنسبه لمجرد المشاركه في دور المجموعات سيحصل الفريق على 100 ألف دولار. يعني نادي الزمالك أول ما يبدأ يحط رجله في البطولة كده سيحصل على 100 ألف دولار. دي نظير للمشاركة في البطولة. يبقى احنا اتكلمنا عن إن الزمالك في حيرة ما بين المشاركة في كأس العالم للأندية، طبعا ده في حالة إن النادي الأهلي سيحصل على البطولة. واتكلمت عن الاستطلاع الرأي اللي أنا عملته عن هل جماهير الزمالك هتشجع النادي الأهلي. ده طبعا يعني لقى يعني لقيت إن معظم جماهير نادي الزمالك رافضة الموضوع ده، واصلا مش فارق معاها كاس العالم للانديه اصلا، لان نادي الزمالك اصلا هو اول فريق مصري يشارك في كاس العالم للانديه. بس على حظنا بقى ان اللي فيه ظروف ماليه وظروف استثماريه وظروف اقتصاديه بسبب البطوله وبسبب الازمه التسويقيه بتاعت البطوله اتلغت. فاحنا مش ذنبنا، احنا نادي الزمالك عمل اللي عليه ووصل للبطوله والبطوله اتلغت. فيعني الزمالك اول فريق مصري يشارك في ويصل الى كاس العالم للانديه. اتكلمت طبعا، قلت ان الزمالك هيشارك في كاس العالم للبطوله العربيه. والبطوله دي هتبقى زي ما قلت هتبقى في شهر 6 الجاي. المجموعه بتاعتنا زي ما قلت فيها الشباب والنصر والفائز من الاتحاد المنستيري والمحرك البحريني، وان الفائز بالبطوله سيحصل على 6 مليون دولار. وانا الصراحه ان شايف ان البطوله العربيه وكاس مصر دول البطولتين الوحيدين اللي قاعدين نادي الزمالك. فنادي الزمالك لو قدر يحصل على واحده من البطولتين دول فده انجاز واعجاز. حد يقول لي انجاز كاس مصر اقول له انجاز طبعا، انجاز كبير طبعا في ظل الظروف اللي بيتعرض لها نادي الزمالك. فده انجاز ان مجلس الاداره بتاعك يتحل. كل ما نادي الزمالك يوصل لدرجه كويسه ومستوى كويس المجلس الاداره بتاعك يتحل وتقدر تحصل على الكاس، فده انجاز. انك تاخد البطوله العربيه طبعا ده اكبر انجاز. 6 مليون دولار اضرب 6 في 30 ولا 6 في 6 في 33 هتلاقيها معديه ال 180 190 مليون جنيه. فده طبعا رقم كبير جدا يقدر يعوض يجيب صفقات ويقدر يحل مشاكل ماليه كبيره في نادي الزمالك ويحل ازمات كبيره جدا في نادي الزمالك. فيعني البطوله العربيه ده يعني الزمالك ان شاء الله لازم يركز فيها، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحصل عليها، او على الاقل يعني نحصل على مركز متقدم فيها يعني. شكرا لكم، وعاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.